كلنا بنحب البسبوسة بس مش كل مرة بتطلع مظبوطة، يا إما بتطلع ناشفة أو ما بتشربش الشربات. تعالوا نعملها مع بعض النهاردة ونقول كل الأسرار اللي تخليها تطلع معاكي بطريقة مضمونة وطعمها أحلى من أفخم المحلات بإذن الله، ووريكي طريقتي المعتمدة اللي ما بغيرهاش من سنين. هنعملها مع بعض بالجرام بالميزان وبالكوباية علشان الناس اللي مش عندها ميزان، بس الافضل علشان تطلع معاكي زي كل مره يا ريت تستخدمي الميزان. انا عبير لو اول مره تشوفوني، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تنوروني. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا على طول. بسم الله. في البدايه هنحضر الصينيه او الصاج. في بوله ضفت معلقه كبيره سمنه بلدي، هضيف عليها معلقه كبيره من الطحينه الخام وهخلطهم مع بعض وانزل بيهم في الصاج وادهنه كويس جدا بخليط السمنه والطحينه. الخليط ده بيدي لون حلو جدا للبسبوسه، وما تقلقوش طعم الطحينه مش بيبان. الصاج اللي استخدمته مقاس 30 في 40، وهسيبلك مقادير صينيه مقاس 28 او 30 في صندوق الوصف لو حابه تعملي مقدار اقل. ودلوقتي يلا نشوف المقادير وطريقه التحضير. هنشتغل بالميزان، يا اما هنشتغل بالكوب المعياري لو متوفر عندك وهتملوه سكر لاخر الكوب، يا اما بالمج العادي الموجود في كل بيت وهتملوه لاخره برضو سكر. هنستخدم كوبايه وتلت من السكر الابيض الحبيبات، ما يعادل 325 جرام من السكر، وبنفس الكوب هعاير باقي المقادير. وطبعا بنصفر الميزان قبل كل مرة بنوزن فيها. وهضيف كوباية لمعلقة سمنة بلدي مذابة، ما يعادل 187 جرام. تقدري تعمليها بأي نوع سمنة متوفر عندك، بس الأفضل سمنة بلدي بتدي طعم حلو جدا للبسبوسة. وهضيف كوباية اللي حوالي 3 معالق كبيرة من المية، ما يعادل 200 مللي. ممكن تستبدلوها بالحليب، وممكن تعملوا ميكس بين الحليب والمية. وفي حلة أو كسرولة هضيف المكونات: السكر والسمنة والمية، وهنضيف عسل جلوكوز أو عسل نحل، وممكن نعمل خليط بين الاتنين. ولو مش متوفر الاتنين ممكن تستخدمي الشربات التقيل اللي حضرناه في الفيديو اللي فات. بصفر الميزان وبضيف حوالي ربع كوباية عسل جلوكوز، وهضيف عليهم حوالي ربع كوباية عسل نحل، واعمل خليط بين الاتنين ما يعادل 125 جرام. برفعهم على نار هادية واقلب لغايه ما السكر والسمنه يدوبوا. انا مش عايزاهم يسخنوا اطلاقا، انا عايزه الخليط يبقى فاتر، يعني مش دافي ولا ساخن، علشان ده اول سبب من الاسباب ان البسبوسه تنشف منك، انك تضيفي عليها الخليط السائل ساخن. وكده السمنه والسكر دابوا، هنزلهم من على النار. وهحتاج كيلو الا ربع ما يعادل 750 جرام من دقيق البسبوسه او دقيق السيمولينا الخام من غير اي اضافات، بيتباع عند اي عطار او اي محل بيبيع مستلزمات خامات الحلويات، وده بيكون شكله ومش بيسيب اي اثر في الايد زي الدقيق العادي. هقلب الخليط السائل تقلبتين والخليط بيكون فاتر، وهضيفه على سميد البسبوسه، ويدوب باطراف صوابعي هخلط المكونات مع بعض لغايه ما السميد يتغلف كويس جدا، ومش هنعجن اطلاقا، يدوب نخلط المكونات باطراف صوابعنا علشان العجن الكتير بيخليها تنشف منك، وده تاني سبب من الاسباب. وكده خليط البسبوسه جاهز معانا. وما تقلقوش لو عملتوا نفس المقادير ولقيتوا الخليط سائل او متماسك شويه، ده بيرجع لاختلاف نوع السميد. اهم حاجه نلتزم بالمقادير. هفرد الخليط في الصاج واوزعه زي ما انتوا شايفين، واخبط الصاج كام خبطه على الرخامه علشان اخرج منه الهواء وتبقى متساويه. وعلشان تاخد لون حلو جدا من فوق بندوب معلقه سمنه بلدي وبندهن الاسباتيولا ونساوي وشها زي ما انتوا شايفين. وممكن تعملوها بسكرابر بنفس الطريقه. وبعد ما سويت سطح البسبوسه الخطوه دي اختياري، هضيف انصاف من اللوز. قسمت كل لوزيه بالسكينه نصين وهوزعه بالشكل ده، واضغط عليه شويه علشان وانا بضيف الشربات ما يفصلش عن البسبوسه. هعمل نص البسبوسه باللوز والنص التاني هسيبه ساده. ممكن تعمليها كلها باللوز وممكن تسيبيها ساده على حسب رغبتك. وبفرشه هلمع اللوز بالسمنه علشان ما يتحرقش ولونه يبقى بيلمع بعد ما يخرج من الفرن. ومش بنضيف عليها بيكنج باودر، احنا بنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة علشان حبات السميد تنفش قبل ما ندخلها الفرن. بعد ما ارتاحت حوالي نص ساعة هندخلها فرن ساخن مسبقا. في البداية بنشغل الفرن على درجة حرارة اعلى من الدرجة اللي هنسوي عليها البسبوسة، يعني على درجة حرارة 200. وبعد ما بندخل الصينية او الصاج الفرن ب10 دقايق بننزل الحرارة ل 180. الخطوة دي مهمة جدا علشان لما بنفتح الفرن بيفقد حرارة. ولو فرنك ضعيف هتشغلي الفرن في البداية على درجة حرارة 220 وبعدين تنزلي الحرارة ل 200. ما ينفعش تدخليها وتسويها على درجة حرارة هادية أو فرن بارد، وده تالت سبب من الأسباب إن تنشف منك. أول ما بتاخد لون ذهبي من الأطراف بس غامق شوية، أغمق من الفاتح نسبيا، لو لسه ما أخدتش لون من فوق بنطفي من تحت ونشغل عليها الشواية ونلف الصاج من وقت للتاني علشان تاخد لون موحد وتاخد لون ذهبي معاكي من فوق ومن تحت. واول ما بتاخد لون من الاطراف بنبتدي نحضر الشربات. عملنا مع بعض شربات البسبوسه الخفيف الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف.
وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، واخده لون ذهبي من فوق ومن تحت اللهم بارك، وطريه من قبل ما نضيف عليها الشربات. هنضيف عليها الشربات الساخن، والبسبوسه تكون ساخنه ولسه خارجه من الفرن. هنوزع عليها الشربات زي ما انتوا شايفين، ما ينفعش الشربات يبقى بارد ولا البسبوسه بارده، وده رابع سبب ان البسبوسه تنشف منك. شايفين اللهم بارك شربت كل الشربات، ده دليل على ان البسبوسه بتاعتنا ناجحه جدا اللهم بارك، وشكلها تحفه. هنغطيها بصاج او صينيه وهي ساخنه ونسيبها تبرد. وده شكل البسبوسه بعد ما بردت. ممكن تسيبوها ساعتين او لتاني يوم وتقطعوها، ولو مستعجلين عليها وعايزين تقطعوها على طول بعد ساعه هتلاقيها قطع ومتماسكه باذن الله. يلا نسمي الله ونقطعها مع بعض. بسم الله. شايفين شكلها اللهم بارك، واخده لون حلو جدا من جوه ومن بره. ولو حابه السمك يبقى اعلى من كده يبقى هتعملي كيلو كامل من سميد البسبوسه. هسيبلك مقاديره في صندوق الوصف. وهناخد قطعه من الساده ونشوف شكلها. وشايفين لونها من تحت واخده لون ذهبي تحفه، وقلب البسبوسه من جوه دايبه ومرمله ومتماسكه في نفس الوقت، وعملناها في البيت بكل سهوله وحققنا المعادله الصعبه. ويلا نسمي بسم الله وندوق الطعم. بجد تحفه، لازم تجربوها بنفسكم باذن الله. وشايفين دايبه قد ايه اللهم بارك. لو حابه تعمليها بجوز الهند هتشيلي من مقدار السميد حوالي 50 جرام وتستبدليهم بجوز هند ناعم. اطحنيه في مطحنه الخلاط قبل ما تضيفيه على السميد. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. أتمنى تجربوها، ومستنية بإذن الله كومنتاتكم اللي بتسعدني. وأتمنى أكون في فيديو النهاردة أفدتكم ولو بحاجة صغيرة. ولو عجبكم الفيديو فضلا تعملوا لايك وشير علشان يوصل لغيرك، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.